خلقت في الحياة لتصارع ولتقاتل من أجل فكرة. أنت خلقك الله عز وجل حرا، فلا تكن عبدا لكلام الناس. خلقك الله حرا فلا تكن عبدا لكلام الناس. والله لو انحنى هذا الظهر إلى الأرض ليكون جسرا يدوسه الناس، والله ما رضي الناس، ولا اشتكى الناس من انحناء ظهرك وإعوجاج ظهرك. ووالله لو أضأت أصابعك العشرة لتضيء للناس طريقهم لقالوا لك لقد فعلها رياء. الناس لا ترحم والناس لا تسكت. منذ لدن آدم إلى يومنا هذا الناس تتكلم كل يوم. لكن بالله عليكم، هل منع الناس شروق الشمس؟ هل منع الناس غروب الشمس؟ ما غير الناس شيء. هل منعوا المطر؟ هل منعوا اخضرار الأشجار؟ ما منع الناس شيء. موسى عليه السلام قال يا رب أريد منك حاجة. قال ما حاجتك؟ قال يا رب كف عني ألسنة بني إسرائيل. نعم، آذوا موسى، أدوه في عرضه، أدوه في جسده، أدوه في أهله. قال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. فماذا قال الله عز وجل؟ قال يا موسى ما اتخذته لي وأنا رب العالمين كيف أتخذه لك؟ ما اتخذته لي وأنا رب العالمين كيف أتخذه لك؟ الله عز وجل خلق الناس، كساهم، آواهم، رزقهم، إلا أنهم ماذا قالوا؟ قالوا ثالث ثلاثة. قالوا له صاحبة وولد. تعدوا على الله سبحانه وتعالى. أنت من أنت حتى تتعب من كلام الناس؟ إذا هم تطاولوا على من رزقهم وعلى من آواهم وعلى من كساهم. كن كالصقور في السماء، كن كالصقور في السماء تسمع لوسوسة القمر، لا كالغراب يقاتل الجيف الحقيرة في الحفر. حتى يقول أحدهم أعدائي لهم فضل علي ومنة، أعدائي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. لذلك يا أحباب أختم وأقول علينا أن نثق في أنفسنا، وعلينا ألا نلتفت إلى الوراء. في هذه الحياة سيطعنك الناس وسيقول عنك الناس كيت وكيت، ولن يرحمك الناس. الناس لا تسكت والناس لا ترضى. الناس تكلمت عن الغني أنه متكبر، وتكلمت عن الفقير أنه فاتته الفرص، وتكلموا عن صحيح البدن أنه متكبر بصحته، وتكلموا عن المريض أنه مهتم بجسده. الناس لا ترحم. الناس لم تدع أحدا في أحد. لذلك علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نقاتل لأحلامنا، فلقد خلق الله الأحلام كي تحقق. إي والله خلقت الأحلام كي تتحقق. فقاتل في الحياة لأجل الوصول لأمة.